شركة الخليج مواد غذائية هي واحدة من مجموعة البحراني جروب. مجموعة البحراني جروب هي مجموعة بلشت بالعراق من 1929 تقريبا. مجالها الصناعة. في عندها مجموعة شركات. استثمرت في الأردن من 1994 تقريبا. البراند اللي احنا نشتغل فيه حاليا هو هلو، والسلوغن اللي احنا دائما نقوله سي هلو تو كواليتي، بالعربي هلو يا طيب. احنا من بداية خلينا نحكي فترة 2007 تطور مفهوم صناعة المايونيز بالأردن. سابقا كانت معظم المنتجات تدخل للأردن منتجات مستوردة، ولأنه هذا القطاع شهد تطور ملحوظ في السنوات الماضية، كانت رؤية الشركة أنه ندخل هذا المجال وندرس متطلبات الأسواق من أجل تطوير منتجات تلبي احتياجات السوق المحلي. الأردن كموقع جغرافي موقع ممتاز جدا، يقدر يستخدم دول الخليج بسهولة. في اتفاقيات كثيرة بين الأردن وبين دول الخليج وأوروبا وأمريكا، فهاي الاتفاقيات تساعدنا كثير في التبادل التجاري بين الأردن وبين هاي الدول. هي بيئة مشجعة للاستثمار حقيقة، تحس بالاطمئنان. واثنين يعني من تروح تراجع الدوائر الرسمية تلقيهم يساعدوك كثير في يعني إذا يحسون بيك أنت مستثمر جاد تلقي المساعدة موجودة. فهذه الأمور اللي خلتنا من 94 الحمد لله والشكر، واليوم احنا توسعنا وعملنا مصنع ثاني، شركة الخليج العالمية للباكجينج، ودائما نحب نتطور ونكبر البزنس في الأردن. بلشت العمل في مصانع الخليج للصناعات الغذائية في 2015. جيت كمهندس إنتاج، اتطورت خلال سنوات قليلة 3-4 سنين، صرت مشرف إنتاج. حاليا أنا السنة هاي استلمت مسمى مدير إنتاج. 18 الشهر بيوم مباراتنا إن شاء الله تفوز عليكنا. عمليات الإنتاج متنوعة عندنا في مصنع الخليج، كوننا بننتج عدة منتجات بتتسلسل تقريبا 14 منتج BET، وفي أصناف جديدة راح تنزل للأسواق عما قريب إن شاء الله. إحنا من خلال معرفتنا بالذوق الشرقي إنجاز التعبير بنحاول إنه دائما نعطي بصمة محلية للمنتجات تبعنا حتى إنها تلبي أذواق المستهلكين بمنطقتنا، يعني سواء كان داخل الأردن أو بمحيطنا العربي. يعني حاولنا نتميز احنا بمنتجاتنا انه كل منتجاتنا جلوتين فري. تعرف هاي الفترة نسبة الناس المصابين بالجلوتين كبيرة صارت بالعالم، فتميزنا انه كل منتجاتنا جلوتين فري. استخدامنا لأفضل الموردين للمواد الأولية، نستعمل فقط زيت دوار الشمس في منتجاتنا، ما نستعمل غير زيت. السكر قصب السكر، ما نستعمل المحليات الصناعية. كل المواد غير معدلة وراثيا. فنحاول دائما نتميز بشيء حتى نقدر من يكون منتجنا موجود على الرف يقارن بباقي المنتجات إلى فد ميزة معينة، غير انه الطعم والتيست والتفاصيل الاخرى اللي يدور عليها الزبون، يبحث عنها الزبون، كمان نأكد عليها. بداية بال 2015 كانت مقومات الإنتاج عندنا شبه يدوية مع بعض الماكينات مؤتمتة، يعني مش فل أوتوماتيك. كنا ننتج معدل يومي بين ال 15 ل 20 طن. حاليا ننتج ال 30 طن وقاعدين بازدياد لنصل ل 50 طن فل دي
باليوم ينتج. احنا طبعا عندنا فريق عمل متكامل داخل الشركة، كلهم بيعملوا مع بعض كفريق واحد من أجل ضمان سلامة المنتجات، بما يضمن دائما سلاسة العمليات ودقة الفحوصات، حتى نقدم للمستهلك منتج يليق بسمعة المنتج الأردني ويليق بأهداف الشركة وتطلعاتها في النمو والتقدم. الجودة ما بتتحقق إلا بالانتماء، وانتمائنا احنا دائما أردني بأصالتنا الأردنية، بننتمي لهذه البلد، بحيث انه احنا نفتخر ونرفع اسم البلد ونحاول نوصل المنتج الأردني ل يعني كل دول العالم، ونكون فعليا نفتخر بما ننتج. أنا بحكم عملي بالشركة وبتطوير المنتجات، يعني بتذكر قصة لما طورت منتج السويت تشيلي صوص. كنت بوقتها بتجول بالسوق كالعادة، دائما يعني بتردد على الأسواق، أتفرج على المنتجات الجديدة، أخذ أفكار. فأعجبني منتج السويت تشيلي صوص، هو منتج بالأصل تايلندي. فأخذت صورة من المنتج، درستها ثاني يوم بالشركة، فاستطعت من خلال المكونات المحلية الأردنية اللي بتلاقي الذوق المحلي فيها موجود، استطعت أني أكون منتج محلي بامتياز 100%. وكان هذا المنتج مميز جدا، لاقى استحسان خلينا نحكي المطاعم اللي بيتعاملوا معنا، واليوم عندنا مبيعات مميزة جدا. الصناعة الأردنية يعني تقدر أنت بسهولة جدا وين ما تسافر حقيقة. يعني أنا من النوع اللي أسافر كثير بمجال عملي، أنه أشوف الزباين فأسافر كثير. من 20 سنة أو 25 سنة واليوم من تقول لهم منتج أردني إلى وزنه يعتبرون منتج كواليتي عالية. فالحمد لله والشكر قطعنا أشواط كثيرة. هي مجرد بس تسويق للمنتجات أقوى شوية، ولكن كمنتج أردني لو تطلع برا الأردن تحكي له منتج أردني مباشرة يعرف إنه هذا منتج كواليتي عالية. فالحمد لله والشكر، لا 100% المنتجات الأردنية رافعة اسم الأردن بقوة خارج الأردن. احنا حريصين دائما على خلق بيئة عمل آمنة مريحة، بتوفر كافة سبل الراحة للموظف، بترفع روح الولاء وروح الانتماء له لمنشأته، بحيث انه هو يعطي بكل نفس طيبة ويكون شغال بكل طمأنينة، بدون اي ضغوطات، بدون اي مشاكل عمل، بدون اي ساعات عمل طويلة. بنحاول يكون الموظف يعني جاي على عمله كأنما هو جاي بنزهة. اليوم 18/12 هو تاريخ مميز في حياتي. اليوم هو عيد زواجي السنة العاشرة، وهذا اليوم أيضا في عنا عرس وطني إن شاء الله يتكلل بالنجاح. نتمنى الفوز للنشامة بهذا اليوم، ويا رب يكون الكأس اليوم بعمان. وإن شاء الله حليفنا الفوز اليوم طبعا، وفعالية وكدعم للمنتخب الأردني. اليوم عندي طاقات إنتاجية لازم أحققها، راح أوقف ونتضامن كعائلة
فريق كامل لمشاهدة المباراة، وإن شاء الله حليفنا الفوز اليوم ونرفع راس الأردن بمنتخبنا وبمنتجاتنا. وعين عالدنيا وعين حب الأردن عايش فينا، جنوب الواء وعلي فينا، يا رب من حبه لا تشفينا. هي النشامة وانتم قدها، هي النشامة وانتم قدها، هي النشامة.